هي ليه الشركات بتنزل أجهزة جديدة أول بأول؟ إيه النباهة دي يا عم صدم؟ عشان تبيع. الشركات بتنزل أجهزة جديدة أول بأول لأن القديم بيبقى مع الوقت أضعف وما بيلبيش احتياجات المستخدم، ولا عتاد نفسه أو الهاردوير نفسه بيبقى أضعف وأضعف، ورغبة المستخدم في شراء الجهاز ده بتقل سنة بعد سنة. ولكن شركة زي أبل من الشركات اللي الموبايلات بتاعتها معمرة زيادة شوية عن باقي الشركات. ولكن هل معنى إن أجهزة أبل معمرة إننا نروح نشتريها في 2023؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. يلا بينا. السلام عليكم، اذا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يا غالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. وما تنساش بقى تشترك في قناتنا الجديده صدم ستريم. صدم ستريم هتكون قعده القهوه بتاعتنا، نلم بقى الناس اللي بتبقى عايزه نقعد كده ونتكلم ونرغي في اي حاجه غير التكنولوجيا. يعني تنويه قبل ما نكمل الفيديو ان الاجهزه اللي هنتكلم عنها النهارده هي اجهزه ما بعد الايفون 6 اس، لان الاجهزه اللي قبل كده اللي هي ال6 وال5 اس وال5 والكلام القديم ده هو 100% ما يستحقش انك تدفع فيه فلوس تماما، خاصه لو هيبقى جهاز اساسي في 2023. مش معنى كده ان اللي معاهم الايفون 6 او حاجه اقدم من كده ان الاجهزه دي وحشه وانك تروح ترميها في الزباله طالما مشغله خلاص. احنا بنتكلم في اللي هيروح يشتري جهاز جديد. طيب امال ايه الاجهزه اللي انت جاي تتكلم عليها يا عم صدم؟ سلسله ال6 اس، سلسله ال7، سلسله ال8 والايفون اكس، اللي هو ما قبل ال8 بايونيك اللي كان موجود في سلسله الاكس اس. لو جينا نتكلم عن حاجه زي تصميم الاجهزه دي فهنلاقي ان ابل من قديم الازل وهي ما بتسترخصش انها تعمل تصميمات في منتهى الرقي، في منتهى المتانه، وتستخدم اقوى الخامات في تصنيع اجهزتها. لان لو جينا نبص على سلسله زي ال6 اس هنلاقي الظهر معدني، تصميم شيك، الزراير بتاعتها لغايه دلوقتي انا معايا جهاز ايفون 6 الزراير بتاعته لغايه دلوقتي تكاتها كلها ممتازه جدا، مفيش اي استرخاص. حتى لو الجهاز اتخربش واتجرح واتطبق من ورا هتلاقي الجهاز شغال معاك مفيش اي مشكله، وده طبعا بفضل متانه التصميم. هكذا سلسله ال7، لان ال6 اس وال7 الاثنين كانوا معدن. ولما حدثنا شويه ودخلنا في سلسله ال8 اللي كان ظهرها ازاز وفريم من الالومنيوم المحترم جدا، والايفون اكس كان من اشيك تصميمات الاجهزه اللي موجوده في وقته واللي لغايه دلوقتي على فكره. ولكن موضوع التصميم ده مش من الحاجات اللي هتخليك تروح تدفع فلوس في جهاز، خاصه مع ارتفاع الاسعار اللي احنا عايشين فيه حاليا. وفي الاول والاخر الحاجات دي اراء. خلينا نتكلم عن الشاشات. شاشات اجهزه ابل برضو من الحاجات المميزه جدا جدا لاجهزتها. لو جينا حتى نتكلم في جهاز قديم زي الايفون 6 اس او ال6 اس بلس فهتلاقي ان الشاشه لغايه 2023 شاشه ممتازه جدا وجودتها جيده جدا. وكل ما بنعلى لغايه ما نوصل لسلسله ال8 بنلاقي ان الشاشات فيها فعلا شاشات محترمه جدا. وجهاز زي الايفون اكس برضو لغايه دلوقتي من انظف الشاشات اللي عينيك ممكن تبص عليها. طبعا ال8 والاي بلس وسلسله ال7 وال6 اس من الاجهزه اللي كانت بتيجي بالابعاد القديمه اللي هي 16 ل9 اللي هي مش موجوده حاليا في الكوكب. فدي برضو نقطه تخليك تتحمس انك تروح تشتري اجهزه قديمه. صح، خليك معايا لاخر الفيديو عشان تعرف احنا جايين نتكلم عن ايه، بعيدا عن صوت الوز اللي بره ده. انت لسه ما اشتركتش في القناه دي ولا القناه الجديده صح؟ وشايفك مستمتع بالفيديو يعني والدنيا جميله، ما تشترك. طالما مستمتع اشترك واعمل لايك. ما تعملش لايك ليه؟ وقبل ما تتسحل معايا ونكمل الفيديو حابب اديك نقطه في النص كده، ان احنا هنا مش بنتكلم عن اجهزه جديده تماما، لان لغايه دلوقتي للاسف الشديد في ناس بتتغش وبتروح تشتري اجهزه من الاجهزه دي على انها اجهزه جديده متبرشمه بالكرتونه بتاعتها. اخر جهاز من دول كان بيتم اطلاقه بشكل رسمي انتهى في 2018، مفيش ولا حاجه من دول بتنزل. وفي كارثه تانية بقى منتشره اكتر من الاجهزه الجديده الا وهي اجهزه التجميع اللي عملنا عنها فيديوهين كاملين هسيبهم لك هنا في الاي فوق ان شاء الله لو افتكرت. وهي اجهزه بالمناسبه خاصه في الفئه السعريه او الاجهزه القديمه شويتين دول ممكن تكون اختيار كويس. مفاجأة صح؟ أجهزة زي سلسلة ال7 وال6 اس أنا ما عنديش مانع تشتريها تجميع، لأن أنا معايا جهاز تجميع من دول. أنا معايا ايفون اس اي اللي هو نازل بعد سلسلة ال6 اس تجميع، وأنا عارف إنه تجميع وشاريه إنه تجميع، والجهاز شغال معايا لغايه دلوقتي بشكل ممتاز جدا. ولكن الفكره كلها زي ما قلت لك في انك تدفع فلوس مناسبه للجهاز ده. ما تروحش تشتري 6 اس بلس ب 5-6000 جنيه ولا 7 بلس. انا اعرف ناس بتشتري 7 بلس ب 7000 جنيه. هل الجهاز وحش؟ لا طبعا
طبعا الجهاز شغال معاه وتمام مفيش اي مشاكل. 7 بلس جهاز نازل من 2016 ب A10 فيوجن، المعالج ده كان تقريبا 16 نانومتر، 7000 جنيه، فخلي بالك على فلوسك بالله عليك. النقطة اللي بعد كده، وهنا الأجهزة القديمة دي هتبدأ تخستع وتتعب معانا سيكا ومستواها ينزل. أنت شايف اتكلمنا عن التصميم بشكل كويس وعن الشاشات بشكل كويس وقلنا إن هي أشياء قابلة للاستخدام بشكل لطيف جدا في 2023، ولكن لما نيجي نتكلم عن الكاميرات فأي جهاز بالنسبة لي ما قبل سلسلة الاكس اس وما قبل ال A12 بايونيك كاميراتها مش احسن حاجة تماما في 2023. وانا عارض لك دلوقتي عينات على الشاشة بتبين لك المشاكل اللي كانت موجودة او اللي موجودة بقى دلوقتي، لان الكاميرات دي وقتها كانت خرافة، ولكن لما نيجي نقارنها بالاجهزة اللي موجودة دلوقتي وفي نفس فئتها السعرية كمان من ابل نفسها، لو جينا نتكلم عن حاجه زي الايفون اكس والايفون اكس ار اللي هم تقريبا بنفس السعر، هنلاقي فرق فظيع في كل حاجه تخص الصوره. هنلاقي فرق في الالوان، هنلاقي فرق في الدايناميك رينج، هنلاقي فرق في فتحه العدسه، هنلاقي فرق في حاجات يعني واضحه جدا جدا. لان واسمع بقى الكلام ده من واحد جرب كل اجهزه الايفون اللي موجوده من ساعه ما الايفون اتعمل. بلاش تشتري اي حاجه انت عايز تصور بيها قبل الايفون اكس ار، ده الستاندرد بتاعك عشان تاخد جهاز كاميرته نظيفه. لان معلش خلينا صراحه، في ناس كتير جدا 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 بتروح تشتري اجهزه الايفون عشان كاميراته جامده يابا، وهنروح بقى نتصور ونعمل سيشن ومش عارف ايه وبتاع، وما تقوليش يا اسطى ده شكله وحش وبتاع. كاميرته احسن من الايفون اكس ب 100 مره. وبالله بالله ما حدش يكتب لي في كومنت يا اسطى انا معايا 7 بلس وكاميرته جامده والبورتريه بتاعه مش عارف ايه. حبيب قلبي ربنا يبارك لك فيه. انا بتكلم برضو واعيد واقول لك اللي رايح يشتري جديد. الاجهزه دي بتستخدم في تصوير شيء واحد بس، الا وهو تصوير الفيديو. طبعا هتبقى ستيل اقل من الاجهزه اللي بعدها، ولكن الفيديو فيها يعني احسن بكتير من الصور الثابته، وبتاخد 4K وفريمات عاليه وسلو موشن وبتاع. بس برضو من وجهه نظري لو عايز حاجه تستخدم ككاميرات، ايه تستخدم دي؟ تستخدم ككاميرات، خليك البدايه بتاعتك الايفون اكس ار. حاجه مهمه وانا قاصد اسيبها للاخر لانها بتفرق بقى مع الناس اللي بتفهم قوي قوي قوي، الا وهي الاداء. اجهزه الايفون القديمه ادائها عامل ايه يا عم صدم؟ ادائها لغايه دلوقتي وبشكل مرعب مستقر، مش اداء عالي. احنا بنتكلم دلوقتي مقارنة بالأجهزة اللي موجودة معاهم في نفس الفئة السعرية. يعني لو جينا نتكلم عن 7 بلس مثلا ب 5000 جنيه، جينا نتكلم عن جهاز من سامسونج أو من انفينكس أو من يعني الفئة دي، انت الفئة اللي هي الاقتصادية، لأن دلوقتي بقى 5000 جنيه فئة اقتصادية، يعني هنلاقي إن أجهزة الآيفون القديمة دي أدائها مستقر أكتر من الأجهزة دي. الأجهزة دي ممكن تلاقي أدائها أعلى، يعني ممكن تلاقي الجهاز اسرع في اداء مهام معينه، ممكن تلاقيه في الجيمز مثلا بيتفوق شويه على جهاز الايفون اللي في نفس فئته السعريه، ولكن هتلاحظ معاه عدم استقرار في واجهه المستخدم، هتلاحظ معاه جليتشات كتير، هتلاحظ معاه تقطيعات في الانيميشنز كتير. ولكن اجهزه الايفون اللي في نفس الفئه السعريه دي مش هتلاقي فيها الكلام ده، وده شيء مايند بلوينج والله. واكيد انت واخد بالك ان انا مش بطبل، انا بتكلم بشكل صريح وبتكلم من حكم التجربه يعني. فلو انت من الناس اللي عايزه اداء مستقر وما بتضغطش على الموبايل واخرك شويه سكرولنج على فيسبوك وواتساب وبتاع، اجهزه الايفون في الاداء ممكن تبقى كويسه في الحته دي. ولكن زي ما قلت لك اداء بعض المهام اسرع، وحته الالعاب والجرافيكس والكلام ده ممكن تلاقي اجهزه الاندرويد اللي في نفس الفئه السعريه احسن سيكا. يعني هي برضو مش احسن كتير، بنتكلم احسن بارقام عبيطه خالص. وخلي بالك الموضوع مش معتمد على المعالج او الشريحه نفسها بشكل كبير، لان لو جينا نقارن مثلا ال A11 بايونيك ال 10 نانومتر بحاجه زي السناب دراجون 680 ال 6 نانومتر، واللي هو احدث بعدد سنين محترم، من الطبيعي انك تشوف ان السناب دراجون 680 هيبقى احسن اوفرول، ولكنه هو مش اوفرول، مش احسن في كل حاجه. ال A11 بايونيك هتلاقيه بيتفوق عليه في بعض الاشياء، وبرده السناب دراجون 680 هتلاقيه بيتفوق في بعض الاشياء. فموضوع الاداء هنا بيعتمد على طريقه استخدامك انت للموبايل، وهل انت اصلا حابب تجرب الاي او اس ولا لا، لان الاي او اس مش لاي حد. مش بتكلم ان هو للنخبه، لا خالص، يعني انا بتكلم ان هو يعني استخدامه مختلف شويه عن الاندرويد. ونيجي بقى لاسوأ واقذر واكتر حاجه ممكن تخلي واحد زي انا شخصيا يبعد عن الاجهزه دي بشكل كامل، الا وهي البطاريه وسرعه الشحن. خلينا صراحه، اي جهاز في اي فئه سعريه مقارنه بالايفون
هتلاقيه بيشحن اسرع، ده بالنسبه لسرعه الشحن يعني. واي جهاز في اي فئه سعريه لغايه ما قبل سلسله ال11 هتلاقي بطاريته بتقعد اكتر من اي جهاز ايفون مواجه ليه ايا كانت الفئه السعريه. وفي الاجهزه القديمه دي خصيصا البطاريه زي الزفت يا جماعه، لانها مش بتقعد معاك اصلا وقت طويل. اكتر جهاز صحه بطاريته ممتازه لو انت مغيرها في توكيل وبطاريه اوريجينال هيديك 4 ساعات ونص، 5 ساعات بالكتير قوي. ده لو انت استخدامك خفيف خالص سكرين اون تايم، في حين ان اجهزه الاندرويد في الفئه السعريه دي بتدي عدد ساعات سكرين اون تايم انليميتد. فبرضو الموضوع هنا بيعتمد عليك، لان انا واحد زيي مش هيقبل الموضوع ده تماما، لان انا استهلاكي مثلا على الموبايل شديد حبتين، وانت ممكن يكون بالنسبه لك مش مهم حوار البطاريه ده، ما عنديش مشكله الجهاز يقعد يشحن بساعتين، انا اصلا استخدامي خفيف على الموبايل. ولكن لازم تحط في اعتبارك ان بطاريات الاجهزه دي سيئه للغايه، لان هنرجع للموضوع اللي اتكلمنا عليه من شويه. مفيش حاجه اسمها جهاز من الاجهزه دي يكون بطاريته 100% ويكون خارج من الشركه كده، اللي يقول لك خد جهاز اهو 7 بلس بطاريته 100%، ده طبعا من غير بطاريه وطبعا الجهاز تجميع. فهنرجع برضو للنقطه اللي قبلها، اللي هو لازم تدفع سعر مناسب في الجهاز ده. وفي الاول والاخر الموضوع كله راجع ليك وبيعتمد عليك انت، لان انت اللي عارف استخدامك، انت اللي عارف التصميم اللي بتحبه، انت اللي عارف الشاشات اللي بترتاح معاها، انت اللي عارف الاداء اللي انت محتاجه، انت اللي عارف الكاميرات، انت اللي عارف البطاريه، بلا 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 بلا، كل ده انت اللي عارفه. ولكن اهم حاجه انك تدفع الفلوس الصح في الجهاز الصح، تجميع مستعمل مش عارف ايه، المهم انك تبقى عارف الجهاز اللي انت بتشتريه ده جاي منين ومعمول ازاي، وتبقى دافع فيه المبلغ المناسب ليه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك بقى ما تنساش ترزع لايك وتعمل سبسكرايب جميل وتفعل الجرس وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا. ما تنساش تشترك في القناه الجديده سلام ستريم، لو اشتركت فيها معنى كده ان انت من البيست فريندز عندي، وهنعمل بقى حبشتكنات وحركات صايعه جدا عليها ان شاء الله، ونطلع ستريمز كل يوم وحاجات كتير كده انا بقى ارجع فيها في الاخر. بس ان شاء الله يعني هتبقى مختلفه تماما عن نوعيه المحتوى اللي بنقدمه هنا. معكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، في امان الله.